في الحلقة الأخيرة كنا وصلنا بأن علماء الآثار المصريين لم يعترفوا بوجود علم ما قبل التاريخ، وأن أول من اكتشف وجود علم ما قبل التاريخ في مصر هو العالم أرسلان. ويفضل تسمع الحلقات اللي فاتت لو لسه ما سمعتهاش علشان تقدر تجمع معايا اللي بيحصل. ولكن السؤال هنا، مين أول من اعترف بوجود علم ما قبل التاريخ في مصر من علماء الآثار المصريين بعد أن حاول أرسلان إثبات استكشافه للعلماء؟ الحياة البرعنخ. في فترة 1870 اعترفت جمعية دراسة أصل الإنسان بوجود عصور قبل التاريخ في مصر، ولكن رغم جميع الإثباتات فضل علماء الآثار المصريين معارضين لعلماء علم ما قبل التاريخ. زي مين؟ عالم اسمه ميريت باشا وعالم اسمه ليبسيوس. وفضل الموضوع أكتر من 30 سنة لحد ما جه عالم وأثبت إن في علم ما قبل التاريخ في مصر، وهو كان مدير للآثار المصرية في الوقت ده، وهو العالم جاك دي مورجان، واللي عرض نتائج أبحاثه قدام العالم كله في سنة 1897، واللي من الوقت ده اعترفت مصر فعلا بوجود علم ما قبل التاريخ. بس كده، لو استفدت متنساش تفيد ايه.